السلام عليكم. صباح أو مساء الخير حسب التوقيت اللي تشوفوا فيه الفيديو. قبل ما أبدأ في وصفة اليوم أحب أوريكم حاجة وصلتني من مصر. جاني حمام، وإن شاء الله تجربتي الأولى في طبخ الحمام حتكون معاكم. في وصفة اليوم رز بالشعرية. أسخن زيت كمية تناسب كمية الشعرية اللي أنا استخدمتها. ممكن بدل الزيت نستخدم السمن. المهم مقدار الزيت أو كميته تكون مناسبة لإني أحمص فيه الشعرية. ضروري نقلب باستمرار حتى نحصل على لون واحد، مش شي فاتح وشي غامق. بعد ما أوصل للدرجة المطلوبة وأنتبه إن الشعرية ما تحترق معي، أضيف الرز المغسول وتقليبة بسيطة. بعد كذا أضيف الملح، الماء مغلي. غطي الرز بتقريبا سنتي أو 2 زيادة، وأخليها على نار عالية إلى ما تبدأ تقل كمية الموية عندي. تظهر فقاعات النار على أقل شيء، وأغطي عليه أخليه يستوي لمدة 10 دقايق. بعد كذا حيكون جاهز. وأهم شيء نثري. بالنسبة لي أفضل الرز بالشعرية مع البامية أو الفاصوليا البيضاء، ممكن مع أي إدام تحبه. صحة وهنا.